اليوم شهد تطورات ملموسة على الأرض من فتح أغلب المصالح الحكومية هناك وقيام الجيش برصف وتجميل وإعادة الإعمار في أرجاء المدينة بمساعدة الأهالي، بينما لا تزال قوى وأحزاب سياسية تدعو لاستمرار العصيان المدني والهتاف ضد الحاكم حتى سقوطه. حول تطورات الموقف هناك نتحاور مع ضيوفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر، وهم سيادة اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية، أهلا بك معنا سيادة اللواء، وكذلك الأستاذ أحمد علي عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، أهلا بك أستاذ أحمد. وأخيرا المهندس حسام الدين علي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر وأحد أهالي بورسعيد، أهلا بك يا باشمهندس معنا. اسمحوا لي أن أبدأ من سيادة اللواء. بالطبع عندما ننظر لبورسعيد سنجد بلا شك بورسعيد ومدن القناة، لكن بورسعيد بالطبع تأتي على رأس المشهد. وجود الجيش في هذا المشهد بشكل أو بآخر هل ساعد على تهدئة الأوضاع في بورسعيد؟ وهل ذلك معناه أن الجيش سيكون في الفترة القادمة لفترة طويلة له مكانة ما في المشهد البورسعيدي أو في مدن أخرى غير بورسعيد كالإسماعيلية والسويس؟ يعني الحقيقة أنا عاوزين أوضح نقطة مهمة جدا، هي العلاقة ما بين الجيش والقوات المسلحة وما بين أهالي بورسعيد وأهالي منطقة القناة بالكامل. يجب أن نعود لهذه العلاقة تاريخيا، لأنه هذا الخط هو خط الجبهة، هو من بعد 67 تحول إلى خط الجبهة. العلاقة ما بين أهالي بورسعيد وأهالي كل منطقة خط القناة في الإسماعيلية والسويس والقرى حتى ما بين هذه المدن، العلاقة ما بين القوات المسلحة وما بين أهالي هذه المدن علاقة حميمة بتربطهم نوع من أنواع الثقة المتبادلة، نوع من أنواع إذا جاز التعبير الود، نوع من أنواع الحميمية ما بينهم. يعني أنا لا أنسى مثلا أن احنا في 73 ونحن نقتحم قناة السويس، وكان هناك مجهود كبير بنبذله حتى نمنع أهالي الإسماعيلية وأهالي السويس من العبور مع القوات. ففكرة الاستقبال والاطمئنان من قبل أهالي منطقة القناة القوات المسلحة عندما تظهر دي شيء طبيعي. ببساطة كان رمانة الميزان في بورسعيد خلال الأيام الماضية بالضبط، خصوصا بعد الحكم أو قرار المحكمة الأول يعني. بالضبط. فده شيء طبيعي إنه وجود الجيش في نوع من الألفة، في نوع من الحميمية ما بين أهالي هذه المنطقة بالكامل. الجيش بيقدرهم جدا، وده شيء متوارث ما بين الأجيال المختلفة في القوات المسلحة. وأيضا الأهالي هذه المناطق لها الجيش له مكانة خاصة عندها. إلى أي مدى سيستمر وجود الجيش في المشهد في بورسعيد تحديدا؟ لا، هو مش هيستمر، لأنه كان واضح جدا الحديث، حتى قائد الجيش عندما تحدث مع أهالي بورسعيد قال بوضوح أنهم ليسوا بديلا عن السلطة المدنية ولا عن أجهزة الإدارة المحلية، ولن يديروا شؤون المدينة ولا شؤون المحافظة، ولكنهم هم مسؤولون عن واجب وطني مهمتهم هي القتال، وهذا ظرف استثنائي. في هذه الظروف هم يقدرون مشاعر أهالي بورسعيد وما حدث خلال هذه الفترة، وأهالي بورسعيد متقبلين منهم الانتقال بقى من هذه المرحلة الصعبة إلى يعني إذا جاز التعبير إلى العودة إلى الحياة العادية والطبيعية. يعني دعوني قبل أن نكمل هذا الحديث نستمع لمجمل الأوضاع في بورسعيد اليوم تحديدا، وما الذي يحدث على أرض الواقع من خلال الصحفي أحمد الجمال الذي ينضم إلينا عبر الهاتف الآن من بورسعيد. مساء الخير أحمد. مساء الخير أحمد. أحمد، هل لك أن تطلعنا على مجمل الأوضاع على أرض الواقع في بورسعيد اليوم؟ نعم أحمد، الوضع الآن في بورسعيد يعني يسود الهدوء بشكل كامل محيط مديرية أمن بورسعيد والديوان العام وميدان الشهداء الذي شهد اشتباكات واحداثا داميه منذ الثالث من مارس الجاري. يعني الهدوء هناك مستمر حتى الان في حمايه القوات المسلحه والتي تحيط محيط مديريه امن بورسعيد وميدان الشهداء. هناك في ميدان الشهداء العشرات من تيارات مختلفه ومن احزاب مختلفه ومن اهالي الضحايا يعني يؤكدون استمرار ما وصفه بالعصيان المدني الذي يعني قطع بالاشتباكات والاحداث التي بدات في الثالث من مارس الجاري،
وقالوا انهم مستمرون في جهاز التنظيم المدني حتى تحقيق مطالب. مدى الاستجابه لمساله العصيان المدني احمد من قبل اهالي بورسعيد كيف ترصدها؟ يعني الان هم يعني يطالبون ب يعني اعتبار ضحايا بورسعيد من شهداء الثوره والقصاص العادل من الذين تسببوا في سقوط اكثر من 48 من شباب المدينه واصابه اكثر من 1000 شخص حاليا. يعني هم يطالبون بالقصاص العادل ويطالبون باعتبار ضحايا بورسعيد شهداء الثوره. كويس، خلينا نروح لارض الواقع احمد تاني. يعني انت حركه السير، حركه عمل المنشآت الحكوميه، المعديات، قناه السويس، يعني ارجو ان انت تضعنا في صوره الحياه في بورسعيد اليوم كيف كانت. بالنسبه لصوره الحياه في بورسعيد بعيدا عن الموانئ، الحياه اليوم الى حد كبير عادت بشكل طبيعي. الطرق التي كانت مغلقه ومقفله يعني عادت بشكل طبيعي. حركه المرور فيها بالنسبه للمره والسيارات، المصالح الحكوميه والمحلات الخاصه والمصالح الخاصه الى حد كبير عادت الى طبيعتها اليوم. هذا بالنسبه للشارع البورسعيدي، ولكنه احمد يتساءل سؤالا ملحا بعد تصريحات قائد الجيش الثاني اللواء أركان حرب أحمد وصفي عندما قال وجدد وقال ثالثا أن الجيش مهمته في المقام الأول هي مهمة قتالية، ولن يحل الجيش أو القوات المسلحة محل الداخلية أو مسؤولية الأمن في بورسعيد أو لأي من الأجهزة المحلية. وقالوا أن هذا التصريح كان ينقصه تحديد فترة زمنية، ويتساءلون هل هناك فترة زمنية تم الاتفاق عليها مع الشرطة لوجود القوات المسلحة؟ قال اللواء أحمد وصفي أن الشعب البورسعيدي هو الذي سيحدد طول أو قصر فترة وجود القوات المسلحة في بورسعيد. ولم يحدد الموعد الذي ستعود فيه الأمور إلى طبيعتها. أحمد، أفهم من كلامك أنه ما زال هناك غياب تام للشرطة المدنية في المشهد البورسعيدي حتى هذه اللحظة. نعم، أود أن أقول أحمد شيء مهم من الغاية. يعني البورسعيدية وأهالي بورسعيد هم لا يريدون من داخلهم سقوط مؤسسة أمن، ولكنهم يريدون إعادة هيكلة ويريدون محاسبة المقصرين فيها ومحاسبة من تسببوا في أعمال الاشتباكات فيها ومحاسبة كل من هو تسبب أو شارك في سقوط الضحايا والمصابين. هم يعني أيضا يعني ننقل الصورة من مدينة بورسعيد. مدينة بورسعيد فيها قسمين للشرطة يعملان بكامل طاقتيهما. وهناك في مدينة بورسعيد يعني اللجان الشعبية تتوافق مع الأهالي ومع الشرطة هناك، كما أكد لنا صباح اليوم رئيس مباحث شرطة بورسعيد أول، وقال لنا أنهم يقومون بعملهم بشكل كامل. إذا المسألة في كيفية التعامل، في أسلوب التعامل الذي تم مع أهالي بورسعيد خلال شكرا جزيلا. الصحفي أحمد الجمال كنت معنا عبر الهاتف من بورسعيد. أستاذ أحمد، أنت من أهالي بورسعيد قبل أن تكون عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة. البعض يرى أن كان هناك غياب تام للأحزاب عموما وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة من المشهد البورسعيدي خلال أو طيلة الأسابيع الماضية. أين كنتم أستاذ أحمد؟ هو في البداية طبعا حضرتك أنا بأكد على لفظ إن أنا نائب عن محافظة بورسعيد. طبعا عضو في حزب الحرية والعدالة ومثل حزب الحرية والعدالة، لكن في الأصل أنا أمثل الشعب البورسعيدي. أنا أشرت لده في تقديم حضرتك يعني. لكن القضية بالنسبة للوجود أو عدم الوجود، النواب كنواب بصفة عامة، النواب بورسعيد كانوا بيتحركوا في خطوات مختلفة أو في اتجاهات مختلفة لحل المشكلة البورسعيدية، سواء عن طريق الاتصال عن طريق مجلس الشورى بالرئاسة أو عن طريق احنا بالنسبة لنا عن طريق الحزب السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي. لكن القضية ان كان في تحفظ شديد في الشارع تجاه الاخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة او التيار الاسلامي بصفة عامة، لان للاسف البعض اوحى للشارع في بورسعيد ان الدكتور محمد مرسي هو المسؤول عن اصدار الحكم ضد ال 21 بورسعيدي بالاعدام. البعض اوحى للشعب البورسعيدي ان الدكتور محمد مرسي هو المسؤول عن التصرف الغريب من قوات الداخلية عند سجن بورسعيد والتعامل بالعنف الشديد تجاه المعتصمين المتظاهرين عند السجن، وقتل اكثر ما يعني في هذا اليوم كان حوالي العدد المات حوالي 32 واحد.
فهذا التحفز في اول يوم 42 كملت باليوم الثاني. باليوم الثاني الان العدد وصل حوالي 50 في اجمالي الاحداث كلها. لكن بصفه عامه في تحفز شديد تجاه طارق هو انا عايز اقف في النقطه دي بتاعت رئيس الجمهوريه. ما هو يعني بيبقى ساعات سؤال منطقي، لم تحمل المسؤوليه لرئيس الجمهوريه، يعني لمن نحملها؟ فهو بالطبع يعني مسؤوليه ذلك وقوع قتل منطقي يحملها، يعني نحملها لرأس المسؤوليه الذي يجلس على سدة الحكم، وليست المسؤوليه المباشره هنا المقصود منها، وبالتالي ده امر يراه